السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة جايه لكم بوصفة جميلة جدا. هنعمل المسقعة بطريقة اقتصادية جدا وبطريقة جديدة، ومش هتاخد معاكي 5 دقايق صدقوني. بجد طريقتها سهله جدا. غير المسقعه اللي احنا معتادين عليها. ده ما كمان ممكن يعني طريقه المسقعه دي بتتعمل في المطاعم، وبتتقدم كمقبلات جنب اي وجبه انت طالباها. تمام. المهم، حطيت كده ايه مقدار 3-4 معالق من الزيت، وعندي توم مفروم بدأت ان انا اشوحه. بعد كده هنزل عليه بطماطم مكعبات زي ما انتم شايفين معايا كده، واديهم ايه تشويحه مع بعض. هنا في الوصفة دي كل حاجة متقطعة مكعبات، البطاطس، البتنجان، الطماطم، كل حاجة مكعبات. بعد كده عندي بطاطس كمان قليتها في الزيت، يعني قليتها في الزيت الاول، وبعد كده هضفتها على الطماطم بتاعتي. وادي البتنجان نفس الحكاية، متقطع مكعبات اتقلى في الزيت، وبعد كده بضيفه برضو. يعني بصوا كله كده ايه ورا بعضيه. التومية كده اتشوحت حاجة بسيطة، بعدها الطماطم تقلبتين، بعد كده البطاطس والبتنجان. بعد كده بقى ببدأ ان انا اقلبهم بالشكل دوت. التوابل اللي انا بحطها ايه، بحط ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ورشة بسيطة كده من السكر عشان الطماطم والحموضة، بس ما بحطش اي اضافات تانية. وببدأ ان انا بقى اقلبها بالشكل ده. ممكن كمان لو انت عايزة تعززيها بقى اللي هي وجبة، يعني تبقى وجبة كده غدا، ممكن كمان تحط لها لحمة مفرومة. لكن انا كنت عاملاها كده اقتصادية من غير اي لحوم خالص زي ما انتم شايفين معايا. وهدخلها الفرن بس كده، يعني هي كده جهزت معايا. هدخلها الفرن تاخد وتدي كده مع بعضيها كده لمدة نص ساعة، واروح مطلعاها بقى وبألف هنا وشفا زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. انا بس كل اللي عملته ان انا قلت فلفل وحطيته على الوش. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.